السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بعد أن أفحمه ميسي، رودريغو يهاجمه في مواقع التواصل الاجتماعي ويسخر منه بوصف لا يصدق. الشجار بين النجمين تعدى حدود العشب الأخضر، وجعل رودريغو يحاول الانتقام لنفسه بشكل غير متوقع. لا يزال الكثير من المتابعين مصدوما ومنبهرا في نفس الوقت من الأحداث المشحونة التي شهدتها القمة اللاتينية الأخيرة بين الأرجنتين والبرازيل، فتلك لم تكن مباراة عادية أبدا، إنما معركة طاحنة، سواء هناك في المدرجات بين الجماهير أو على مستوى العشب الأخضر بين اللاعبين. شجارات بالجملة وأحداث عنيفة من الشرطة كانت قد وثقتها عدسات الكاميرات والقنوات العالمية، وذلك في مشاهد بعيدة تماما عن الأخلاق الرياضية. لكن توتر الأعصاب هذا كان أيضا بين نجوم وازنين في الساحرة المستديرة، والذين كانوا بعيدين كل البعد عن النبل الرياضي، بل إن الشتائم والحركات المشينة صدرت منهم بشكل جنوني. وتصدر شجار قائد الألبي سيليستي ليونيل ميسي مع نجم ريال مدريد رودريغو عناوين الصحف، والغريب في الأمر أن ذلك كان حتى قبل انطلاق المباراة، فنظرا لأحداث المدرجات رفض البولغا خوض اللقاء ليتوجه نحوه مهاجم البرازيل ويقول له: ميسي، لماذا أنتم جبناء هكذا؟ هيا ادخلوا الملعب لتبدأ المباراة، ليقابل برد صادم لم يتوقعه أبدا مع حركات وضربة مستفزة جدا. لماذا نحن جبناء؟ حسنا، نحن جبناء لأننا نلعب هنا كأبطال للعالم، هل فهمت؟ لكن الأحداث لم تقف عند هذا الحد، ولم تنهي صافرة الحكم في النهاية كل ما جرى من الأذهان باعتبارها مباراة قدم كيفما كان الحال، بل إن راقص السامبا ذي 22 ربيعا قرر الانتقام لنفسه بطريقة ساخرة لا تصدق. فما الذي جرى إذن؟ ما هذا الوصف الجنوني الذي لم يكن متخيلا؟ ولماذا اعتبره المحللون قاسيا بالنظر للمكانة الأخلاقية التي كان ميسي يحاول وضع نفسه فيها؟ الرد في الواقع كان من والد اللاعب البرازيلي إيريك جوس، الذي فتح النار على أسطورة برشلونة عبر انستغرام، إذ قام بنشر صور للشجار مع ابنه، وذلك لاشتباكه مع ماتياس أوليفيرا مدافع أوروغواي، مع تعليق ساخر وصادم في نفس الوقت: القديس الصغير الذي لا يسبب مشاكل لأحد. هل هناك أي شخص متفاجئ؟ وكان ليو نادرا ما ينخرط في مواقف مشابهة ولا يظهر كل تلك العصبية وردود أفعال كهذه، بل ظل دائما بصورة الرياضي الخلوق جدا، حتى أنه كان ينعت بالقديس. وله أيضا لوحة فنية جدارية في برشلونة من فنان إيطالي كان استوحاها من المسيحية في عصر الإمبراطورية الرومانية، وهو ما جعل المحللين يناقشون كل هذا التغيير في تصرفاته. فيما يرى البعض الآخر من المتابعين أن ما صدر من والد رودريغو هو أيضا دعم لابنه بعد الإساءات العنصرية التي تعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي عقب اشتباكه مع ميسي، والتي كان قد أدانها الاتحاد البرازيلي، مؤكدا مواصلة عمله لإزالة هذه الآفة من عالم كرة القدم.